كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها حل. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية، منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى ألماس، وكذلك الإنسان يستطيع. لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. الشباب ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وقت مساحه واحسن حال. وحشتوني جدا الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم بفيديو جديد، روتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبكم. يلا نبدا ونشوف ايه اللي ورانا، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بدات كده باول حاجه، كنت بوريكم منظر المطبخ كان متبهدل قوي. كنت عملت الغدا وكده، بس كنت غسلت المواعين، بس زي ما انتم شفتوا كنت غسلت المواعين وسبتها تتصفى بس كده. البوتاجاز رايح في داهيه والمطبخ مكركب وكده. بدأت أول حاجة كده، كان عندي ازازتين كده كنا بنشرب فيهم مية، فقلت أغسلهم بقى كده وأمليهم مية نظيفة وأدخلهم على طول التلاجة. كان عندي درج التلاجة متبهدل، كان فيه طماطم بقى لها فترة فباظت وكده، فطلعت بقى الدرج كده من مكانه وطلعت كل اللي جواه. الحاجات السليمة خليتها، وكل الحاجات اللي باظت بقى ايه رميتها، لأن أنا مش بقعد في البيت كتير، يعني أكتر وقت ببقى قاعدة عند ماما فالحاجة بتبوظ. فرميت الحاجات اللي باظت، والحاجات اللي سليمة سبتها، وغسلت الدرج كويس ونشفته ورجعت كل حاجة مكانها. هنا كنت بوريكم بقى قالب الزبدة ده، جبته انا كنت قطعته معاكم في الفيديو، بس المقطع معرفش راح فين، اتمسح مني. فانا بجيبه كده وهي لسه وهي ناشفة يعني، وهي ساقعة في التلاجة، ببدأ اقطعها كده مكعبات واحطها في علبة. مش بقطعها كلها، انا بقطع نصها بس، لما بحتاج بقطع تاني بشيلها بقى في التلاجة. بتنفعني بتنفعني مثلا لو هتطبخي طبخة مثلا وعايزة زبدة، فتاخدي مكعب كده على طول تستخدميه. بتسهل عليكي كتير بدل ما تقعدي تقطعي من المكعب ذات نفسه يعني وكده. مسكت بقى طقم التوابل ده، مسحته كويس قوي، ومسحت الحامل بتاعهم ورجعته مكانه. وهشيل بقى كده الرخامات كده وامسح كده كل اللي عليها. انا بعمل الحركه دي كتير عشان انا معرفش المطبخ عندي الرخامات دايما بحس ان هي مطربه، مش عارفه ليه يعني. فدايما تلاقيني كذا مره في اليوم كده بشيل كل اللي عليها وامسحها وارجع كل حاجه زي ما كانت تاني، عشان ايه الدنيا تفضل ايه كده نظيفه، و احس ان انا ايه مرتاحه، يعني ان كل حاجه حواليا نظيفه. مسحت بقى كده السيراميك، وكمان خدت معايا جنب التلاجة ومسحت الرخامات كويس قوي، ورجعت بقى كده كل حاجه زي ما كانت. آه، رجعت كمان طقم التوابل وخلصت كده بقى الرخامه دي. يبقى عندي الجنب التاني برضو هعمله ايه معاكم برضو. خلاص بقى كده خلصت ده. رحت بقى على الجنب التاني، انا زي ما قلت لكم مكانش عندي مواعين، كنت غسلها كلها وسبتها تتصفى وكده. فكنت سايباها بقى تتصفى، ولميتهم بقى كده، رجعت كل حاجه مكانها في الادراج، وبدات بقى اشيل برضو كل اللي على الرخامه هنا وامسح مكانهم، وبعد كده ارجعهم مكانهم. رحت بقى قلت كده اغسل الحوض. الحوض برضو من الحاجات اللي انا بحب اغسلها دايما عشان يفضل كده دايما نظيف وبيلمع. نزلت كده الاول بميه سخنه، وبعد كده بقى بدات ان انا اغسل الحوض. خلاص بقى كده خلصت المواعين. كان عندي بس كان مطرحها لبن، فقلت احط فيها كده ميه واسيبها شويه عشان تبوش وكده، عشان كنتش عارفه اغسلها. غسلت بقى الخلاطات والحوض، وبدات بقى كده اشطفهم كويس قوي. انا بشطفهم بكوبايه الصراحه، وبقعد املى كده الكوبايه ميه، واقعد اشطف بقى الحاجه اللي انا غسلتها. وبعد كده بقى هعمل الرخامه التانية عشان كنت لسه ما عملتهاش. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان هعمل لكم طريقه المفتقه او الحلبة المعقودة زي ما بتسموها، يعني الراعي الرسمي للشتاء. هتعجبكم قوي، طريقتها سهلة وبسيطة، مش تاخد منكم وقت خالص. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة بالظبط. ولو انتي بقى وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت توقفي الفيديو كده وتنسي تعملي لي كومنت حلو زيك واللايك عشان بيدعمني اعمل فيديوهات اكتر. ولو انتي اول مرة بتشوفيني اشتركي معايا في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك وتكوني اول واحدة تشوفيه. ولو انتي مشتركة معايا في القناة متنسيش بلايك وكومنت حلو زيك. خلاص بقى كده خلصت. بدأت امسح كده بمسح المية اللي انا كبتها دي، مسحت الجنب ده كويس، وبعدين رجعت البتاعة دي في الحوض تاني
وغسلت السكينه دي وبدات بقى ان انا امسح الرخامه دي، عشان كده اتغرقت ميه من مطرح الميه اللي انا كبيتها يعني. فبدات كده امسحها بالفوطه كويس قوي وهنشفها. ومسحت بقى الرخامه كده كويس قوي. يبقى انا خلصت الجزء ده كده من الرخامه دي كمان. هبدا بقى انشفها كويس وارجع كل حاجه مكانها. خلاص بقى كده خلصت الحمد لله. انا الفيديو كله كان في المطبخ لان المطبخ كان متبهدل، ما كنتش عملت فيه حاجه، فكنت سبته بقى لحد ما اتبهدل يعني. بدات بقى كده ارجع كل حاجه مكانها، وهبدا بقى احط كده الكوستر ده واحط عليه الفوزه، وكده خلصت الجنب ده خلاص. ندخل بقى على المعركه الكبيره. البوتاجاز كان متبهدل بطريقه مش طبيعيه، كنت سبته بقى خالص لحد ما اتبهدل. انا طبعا كنت متعوده ان انا بفرشه بالفويل زي ما انتم عارفين، بس ناس كتير في الكومنتات قالت لي بلاش وكده، فبطلت احطه خالص. فطبعا كنت عملت اكل وكده فكان متبهدل. جبت بقى السفنجة كده وبدأت ان انا كده اغسل البوتاجاز كويس قوي. شلت بس الاول العيون بتاعته كلها، وهمسكه بقى اصبنه كده تصبينه محترمة يعني، وبعدين همسحه بالفوطة. وبقى اروح على على الحوض بقى. كنت هغسل بقى الحوامل بتاعته والعيون وكل الحاجات دي، واغسلها بقى اغسله مع الحوض. وبعد كده همسح البوتاجاز بالفوطة وارجع بقى كل حاجة تاني مكانها. غسلته بقى كده كويس وكل الحاجات اللي كانت فيه. وبعد كده بقى جبت فوطة نظيفة كده ومسحته. جبت بقى كده الفوطة النظيفة دي وبدأت بقى كده ان انا المعه. بصوا بقى بيلمع وزي الفل، رجع جديد تاني. عشان انا ايدي فيه باستمرار، فمش بسيب البقع او الحاجة تمسك فيه وما تطلعش. فبصوا رجع بيلمع تاني زي الفل اهو. وكنت غسلت بقى الحاجة بتاعته وسبتها تتصفى. هبدأ ارجعها كده بقى مكانها. هوريكم شكله بقى بعد ما رصيت الحاجة بتاعته بقى عامل ازاي. خلاص بقى كده. بصوا بقى رصيت الحاجه بتاعته غسلتها برضو بقت زي الفل، وغسلت البوتاجاز من تحت كمان، العيون بتاعته والمرايه لمعتها خليته كله زي الفل. رحت بقى كده على التلاجة بالمره بقى. رحت على التلاجة بقى بالمره كده، بدات ارش عليها الجلانس بتاع الازاز زي ما انتوا عارفين انا بلمعها بيه، وامسحها كده بفوطه بتبقى زي الفل وبترجع جديده تاني بتلمع ما فيهاش اي حاجه. وكمان مسحت دواريب المطبخ بنفس الطريقه برضو، رشيت عليها جلانس من بتاع الازاز وبدات امسحها كده بفوطه نظيفه عشان كمان ينضف ويبقى زي الفل. وكده اكون خلصت بقى المطبخ. بقى اعمل معاكم الحلبه اللي قلت لكم عليها بقى كده على النظافه وكل حاجه حواليا نظيفه. خلاص بقى كده خلصت المطبخ. هوريهولكم بقى كده بعد ما خلصت. بصوا كل حاجه الحمد لله بقت نظيفه فيه وبتلمع وزي الفل. وكمان كنست الارض وشلتها وشلت السجاده ومسحت والدنيا بقت زي الفل. هدخل بقى كده على غرفه النوم. بصوا كانت عامله ازاي. كانت مليانه غسيل عايز يتطبق وغسيل عايز يترص وكانت متبهدله. بصوا خلصتها برضو كده سريع. مودي كان بيساعدني هنا كان بيمسح معايا، فخلصتها والدنيا بقت زي الفل. دخلت بقى على غرفه المعيشه وكانت زي ما انتم شايفين كده متبهدله خالص. كنت شايلاها من مكانها بقى وكنت هرجعها الجنب التاني. هنا كنت خلاص برضو خلصتها بسرعه كده. بصوا بقت عامله ازاي، بقت زي الفل. مسحت بقى الارض بتاعت الشقه كلها كنستها وبقت زي الفل. دخلت بقى على المطبخ كده عشان اقول لكم الطريقه بتاعه الحلبه. الكميه اللي انا هقول لكم عليها دي كميه 2 كيلو عسل بالظبط. حطيت اول حاجه كوبايه كامله من الزيت، عليها كوبايتين من السمسم، كوبايه زيت عليهم كوبايتين من السمسم. بدات احمصهم. انا جايبه السمسم ابيض، فبدات كده احطهم بقى اقلبهم في الزيت كويس لحد ما السمسم يتحمر. نزلت عليهم بعد ما السمسم اتحمص وخد لون ذهبي حلو، نزلت عليهم بنص كوبايه من الدقيق وبدات اقلبهم كويس لحد ما الدقيق كده لحد ما الدقيق يحمر ويبدا كده ياخد اللون الحلو ده. هبدا انزل بقى عليهم هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الحلبه المحوجه او تحويجه الحلبه، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من المغط. تمام كده. معلقتين كبار من تحويجه الحلبه او الحلبه المحوجه هتجيبها من عند العطار، ومعلقتين كبار من المغط. تمام كده. هبدا بقى ادوبهم مع بعض كده كويس، وبعدين هنزل بالعسل. العسل 2 كيلو عسل. الكميه اللي انا قلت لكم عليها 2 كيلو عسل. انت عايزه تزودي الكميه، عايزه تقللي الكميه زي ما انت عايزه خالص. هنزل بقى بالعسل وابدا ادوبه كده كويس مع المكونات اللي احنا حطيناها. هتاكد بقى ان هم دابوا كده كويس مع بعض وتبدا كده تغلي. وبعدين هبدا بقى انزل باخر حاجه معانا وهي السوداني.
انا حتى كوبايتين سوداني زي ما انتم شايفين كده. السوداني بحطه اخر حاجه عشان ما يطراش كده ويفضل مقرمش زي ما هو. سبتها بقى تغلي غلوتين وبعد كده طفيت على النار، وهسيبها مش هسيبها تبرد خالص عشان تمسكش في الحله وما تعرفيش تغرفيها، لا سيبيها تهدى بس من السخونيه عشان ما تسيحش العلب اللي انت هتحطيها فيها. سبتها هدت كده مطرح السخونيه، وهبدا بقى اعبيها كده في العلب البلاستيك دي. طبعا تعبيها في اي حاجه انت حباها، بس لو هتعبيها في علب بلاستيك سيبيها تهدى شويه عشان السخونيه بتاعتها هتسيح العلب كده. بصوا ال2 كيلو عملوا لي 8 علب، عملت كميه حلوه جدا حلوه جدا في الشتاء وفي السندوتشات. متنسونيش في لايك واشتراك، ومع السلامه في حفظ الله.